اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: تعرف على تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة اليوم ضد فريق البنك الاهلي. محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، احمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، محمود متولي، اليو ديانج، حمدي فتحي، قفشه، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، واما محمد شريف او كهربا. خبرنا الثاني: تعرف على قائمة المستبعدين من لقاء النادي الاهلي اليوم ضد البنك الاهلي. استبعد كولر كلا من ياسر ابراهيم للاصابه، برونو سافيو للاصابه، حسين الشحات للاصابه، عبد المنعم للاصابه، مصطفى سعد ميسي وجهه نظر فنيه، محمد هاني للاصابه، رأفت خليل وجهه نظر فنيه، محمد مغربي وجهه نظر فنيه، محمد اشرف وجهه نظر فنيه، مصطفى مخلوف فنيه، كريم الدبيس فنيه. خبرنا الثالث: وكيل اعمال كارتيرون اذا عاد الفرنسي لمصر هيكون لتدريب النادي الاهلي فقط. تحدث حازم فتوح وكيل اعمال كارتيرون وقال: كارتيرون لم يشعر بالراحه عندما عاد مجلس اداره الزمالك الحالي. كارتيرون اذا عاد الى مصر من جديد من اجل التدريب فانه يرى بانه سيكون من خلال النادي الاهلي، لان الاهلي منظومه احترافيه تشبه دائما بايرن ميونخ. خبرنا الرابع: اتجاه في الاهلي لتصعيد شكواه ضد مرتضى الى الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه. طبعا من المعروف ان اللجنه الاولمبيه الدوليه والفيفا لو خدوا الشكاوي دي وترجمت لهم التصريحات اللي قالها مرتضى منصور في المؤتمر دي، ممكن يتوقع عليه عقوبات قاسيه للغايه. عشان كده النادي الاهلي بيدرس تصعيد شكواه ضد مرتضى في الفيفا والاولمبيه الدوليه في حال عدم معاقبته من قبل لجنه الانضباط المصريه. خبرنا الخامس: احمد الغندور حكم مباراة الاهلي اليوم. مباراة الاهلي اليوم هيكون الحكم احمد الغندور حكم الساحة، يعاونه احمد توفيق طلب، سمير جمال. اما بالنسبة لحكام الفار محمد الصباحي ويساعده هاني خيري.